مساء الخير والسعادة، وحشتوني كتير من آخر فيديو عملناه مع بعض. ونزلت لكم بقى أخيرا بأول تفريزات رمضان. كل سنة وانتم طيبين. ربنا يا رب يبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، اللهم امين يا رب العالمين. طبعا مش هننسى الدعاء لاخواتنا في فلسطين، اللهم انصرهم على اعدائهم واعداء الدين، اللهم امين يا رب العالمين. بحبكم في الله. لو انت اول مرة تشوفيني احب اعرفك ان انا اختك علا. وجودك معايا اكيد شرف كبير ليا، وعايزة اوعدك كمان مش هتخرجي من الفيديو ده غير وانتي مستفيدة من كل تفصيلة صغيرة وكبيرة. لو انتي اول مرة بتشوفيني اكتبيلي في التعليقات عشان انزل ارحب بيكي في وسط عيلتنا الجميلة. ويلا بينا نصلي على الرسول ونسمي الله ونشوف تحضيرات رمضان. هنعمل الجبنة القريش بدون خل، بدون منفعة ولا حصيرة. معايا 4 كيلو من اللبن. زي ما انت شايفة كده انا دفيت بس الطواجن بتاعتي في الفرن لمدة 10 ثواني. طبعا ما تسخنيش الفرن جامد، هو 10 ثواني يا دوبك تقيدي الفرن 10 ثواني وتدفي على طول الفرن. هنا معايا كان الحليب فك. تقدري طبعا تعملي من الحليب المفرز مفيش مشكلة، بس المهم يكون حليب بلدي، جاموسي او بقري. يكون بلدي، ما يكونش معلبات ولا العلب اللي هي الشركات اللي بتتباع يعني في السوبر ماركت. معايا هنا 4 كيلو من اللبن الجاموسي. انا بحب ارجه كده عشان يعمل لي رغاوي. جبت مصفى هنا او ممكن تعمليه في شاشه المتوفر عندك. وبدات ان انا اصفي اللبن بتاعي زي ما انت شايفه. هو كان فك طبعا، كان متلج وطلعته فك وسبته يفك خالص براحته خالص زي ما انت شفتي كده معايا هنا بقى علبة زبادي على ال4 كيلو. حطيت هنا معلقة كبيرة وهنا معلقة كبيرة، وجبت الهاند بلندر بتاعي. تقدري تعمليه في الخلاط لو ما عندكيش هاند بلندر، وتضربي زي او بالمضرب اللي هو اليدوي عادي. وتضربي كده. انا حبيت ان انا اعمل فيه الرغاوي زي ما انت شايفه كده. الرغاوي دي اللي هتعمل لي وش القشطه السميك دوت. يعني هتخليه طعمه تحفة من الآخر، يعني هيعمل لك وش كبير جدا وطعم جميل جدا للقشطة، وهيوفر معاكي كتير جدا الرغاوي ديت. انا هنا كنت خلاص دوبت كويس معلقة الزبادي وغطيته زي ما انت شايفة كده. جبت الطاجن التاني ملهوش غطا، جبت الاسترتش راب وغطيته كويس جدا. وهدخله بقى الفرن بتاعي اللي انا سخنته حوالي 10 ثواني بس. 10 ثواني بس زي ما انت شايفة كده. وهقفل عليه الفرن خلاص لمدة 12 ساعة. احنا عملنا ليه الزبادي عشان يسرع معايا عملية التخمير. لو انت مش عايزة تحطي اي اضافات خالص بتحطيه، بس هتحطيه لمدة 24 ساعة او يومين 48 ساعة عشان يروب معاكي الروبان الكامل ده. انا بس عشان اسرع معايا عملية الترويب حطيت معلقة الزبادي دي، فرقت معايا جدا في الوقت. بصي هنا كان راب معايا. بدأت اشيل القشطة بتاعته من على الوش. عملي ما شاء الله وش حلو جدا وقشطة حلوة جدا. الطاجن التاني ده طبعا انا بعد ما طلعته بعد 12 ساعة حطيته في التلاجة يسقع عشان يطلع لي الوش كتلة كده على بعض. بس ربنا يسمح ابني الصغير الطاجن التاني دوت ميله كده على جنب فطلع المية فوق الوش. بس ما فيش مشكلة خالص. خدنا الوش برضو زي ما انت شايفة كده وحطيته في علبة كده. والعلبة ديت طبعا مش هتخليها بره، هتدخليها التلاجة على طول عشان خاطر ما يسيحش معاكي. لان الوش في ناس بتقول عليها قشطة وفي ناس بتقول عليها كريمة، فهتسيح معاكي فمش هتعرفي تضربيها طبعا وتطلعي منها الزبدة غير وهي متلجة او ناشفة ساقعة جدا. فجبت معايا هنا المصفى زي ما انت شايفة. وجيبي معايا بقى الشاشة بديلة الحصير بقى. في الناس كلها عاملة بالحصيرة، بس والله انا شايفة لا الشاشة احسن كتير ومش هتبهدل الدنيا خالص ولا هتبهدل نقط كده ولا كده. لان ريحة اللبن بجد فظيعة جدا. بتتحول كده لو اتدلقت يمين ولا شمال وانتي مش متحكمة فيها فبتخلي الريحة مش ظريفة خالص. جبت بقى الشاشة وحطيت معايا الكمية بتاعتي كلها. ده الشرش اللي نزل منها وقتي. ولفيت الشاشة زي ما انت شايفة
القشطة وحطيت عليها كده اكياس من السكر او الرز، اي حاجة تحطي بس مجرد ان حاجة تقيلة بس تقلي بس على البقجة اللي احنا عملناها بتاعت الجبنة دي. وبصي هنا بوريكي ان بدأ ان هو يصفي الشرش بتاعه، وهنبدأ نسيبه في حدود مثلا لو انت عاملاه من بالليل تاني يوم الصبح. هنا بدأت ان انا اوريكي القشطة اللي طلعت حوالي 420 جرام بالظبط، ما شاء الله من ال4 كيلو طلعت 420 جرام، عملت معايا كمية حلوة من القشطة. وانا شلت بقى القشطه، انا هنعملها مع بعض في فيديو تاني. انا مجمعه قشطه طبعا في الفريزر عندي، هفكهم كله مع بعض ونعمل مع بعض فيديو كده للتحويل القشطه للزبده، هيبقى تحفه. هنا بقى كنت خلاص تاني يوم الصبح كده قمت حطيت معلقه بس من الملح زي ما انت شايفه، عشان يساعد اكتر ان الميه تنزل معايا كمان اكتر. يعني بعد ما انا روبتها وركنتها صفت الميه بتاعتها خالص، لا نحط كمان معلقه من الملح. تقدري لو انت عايزه ملح زياده تحطي معلقتين او معلقه ونص على حسب الرغبه طبعا بتاعتك. وهنا اهو رحت قافلاها كده تاني وهسيبها حوالي ساعتين 3. الملح ده بيخلي اي ميه فيها تنزل، خلاص انت كده بتجيبي العصاره بتاعتها خالص. وهنحطها في طبق تتصفى لمده ساعتين 3 كده على ما تخلصي اللي وراكي. انا على ما شطبت المطبخ بتاعي وشفت اللي ورايا كان لقيتها اتصفت كويس جدا. حطيت طبعا كل الشرش على بعض وركنت معايا الجبنه بقى لمده ساعتين كده ولا حاجه، وهرجع لها تاني. هنا كان عدى ساعتين، كنت غطيت طبعا الشرش عشان ما ينزلش فيه اي حاجه تانية. ده الشرش اللي بقى اخر ساعتين دول نزل برضو الملح، خلاه ينزل الشرش بتاعه. خلاص كده اتصفت ميتها تماما زي ما انت شايفه كده. طبعا احنا عايزين نعملها زي الحصيره، هوريكم دلوقتي هنعملها ازاي زي الحصيره. بوريكم انها ناعمه جدا، وعايزه اقول لكم طعمها رهيب بجد بجد، احلى من اللي بره مليون الف مره. وهقول لكم دلوقتي وفرنا قد ايه، بجد موفره جدا. مين اللي قال لكم انها مش موفره؟ دي موفره بتاع حوالي 100%. يعني ال4 كيلو لبن، انا في راجل بيجيب لي اللبن ب25، يعني ال4 كيلو عملوا 100 جنيه. الكيلو جبنه القريش هي عملت معايا كيلو 600 جرام، قولي هي 6 كيلو ونص، يعني في حدود الكيلو ب 80 جنيه والنص كيلو ب40، يعني 120 جنيه. طلعت معايا كريمه ب 200 جنيه كيلو، 400 جرام، يعني عملت معايا قولي لو 100 جنيه قولي 90 جنيه 400 جرام، يعني عملت معايا 210 جنيه. وانا كل اللي انا عملته هو 100 جنيه بس، وفرت 110. تخيلي، وكلت حاجه نظيفه وحاجه جميله. بصي كده معايا بقى، جبت الشاشه وبدات ان انا اعملها رول زي ما انت شايفه معايا في الشاشه، وجبت معايا كده الشوكه، وبدات ان انا اعلم فيها بالشوكه زي ما انت شايفه زي بتاعه الحصيره بالظبط، بتبقى معلمه كده. علمتها بمنتهى السهوله جدا، ما تفككتش معايا زي ما انت شايفه معايا كده بالظبط، ولا اتفككت ولا بصي. وبقطعها بالسكينه، والخرطه طلعت معايا بخرطتها زي ما انت شايفه كده معايا بالظبط. عايزه اقول لكم طعمها رهيب، نظيفه جدا، كفايه انها من ايدك، كفايه انها بيور. كل الفيتامينات مش متزود عليها مواد حافظه ولا اي حاجه خالص. اولادك بياكلوا حاجه صحيه 100%. الطعم رهيب، مفيش بعد كده. هوريكم دلوقتي نقدر نخزنها ازاي، وهتتخزن بمنتهى السهوله، وتقدري تعملي كميه. طبعا مش لازم تعملي 4 كيلو، ممكن تعملي 10 كيلو، تقدري تعملي 2 كيلو على حسب امكانياتك وعلى حسب اللي انت عايزه تعمليه. هنا ده كان الشرش طلع اهو معايا. الشرش ده طبعا مفيد جدا جدا،
هنعمل معاه المعجنات بقى، هنعمل قرص قريب وهعمل لكم بيه القرص، ونعمل بيه بيتزا، تعملي بيه العيش البكاكيني، تقدري تعملي بيه حاجات. ده كنز تحطيه في الفريزر كده تفرزيه. ودي الكريمه اللي طلعت معايا او القشطه اللي طلعت. ودي كميه الجبنه اللي طلعت معايا، طلعت حوالي كيلو و600 جرام بالظبط. انا وزنتها كيلو 600 جرام من ال4 كيلو. بس بجد موفره جدا جدا. هنجيب بقى عشان نحفظها في التلاجة لاكبر وقت ممكن، نجيب كده اكياس التلاجة وتقطعي الاكياس التلاجة كده بالنص، وتجيبي معاكي كده الخرطة وتلفيها زي ما انت شايفة في الفيديو كده بالظبط زي ما انا بعمل، وتحطيها في اي بقى بطرمان بلاستيك، علبة محكمة الغلق، اي حاجة متوفرة عندك، ونلف كده في الاكياس زي ما انت شايفة، ونحط كده في العلبة بتاعتنا محكمة الغلق او بطرمان انت تقدري عايزة تحطي فيه. طبعا الشرش بتاعنا هناخد منه شوية عشان نعمل منه المادة الحافظة بتاعة الجبنة بتاعتنا. بس بعد ما نخلص الكمية هتغلي معاكي الشرش وتسيبيه يبرد خالص خالص لحد ما يبرد خالص، وتاخدي منه كمية شوية كده من الشرش، ما تحطوش كله، تزودي حبة بحبة. وهنجيب معلقة من الملح. طبعا معلقه الملح دي الماده الحافظه بتاعتنا اللي هتحافظ معانا على الجبنه بتاعتنا. وزي ما قلت لك الكميه دي في ايدك، تقدري تعملي كميه بقى 4 كيلو 5 كيلو 10 كيلو زي ما انت حابه. انا كان عندي فلفل اللي انا كنت عاملاه مخللاه، جبت كده كام قرن شطه كده حطيته عليه، بجد تحفه تحفه تحفه. وهقفله واحطه في التلاجة لرمضان. ما تنسوش تحطوا لي لايكات، وباي باي.